التحدي، هم دول زهرة جهادي، هم دول هم الشباب. انا شايفه الشباب ممكن ينموا مصر في الفتره القادمه كل واحد في مجاله. يعني احنا ما عندوش، ما يفيش دلوقتي حد من الشباب ما عندوش افكار كتيره قوي في المجال اللي هو فيه. فكل واحد في مجاله لو قدر يحط بدايه صح انه يبدا حاجه فكره هو عايزها ويطورها بعد كده وينميها، فكل واحد في مجاله هنقدر نعمل حاجه كويسه في الاخر. مصر من البلاد الغنية جدا بالشباب. احنا معظم السكان عندنا شباب، وشباب متعلم، خريجين الكليات عندنا بمئات الآلاف. الشباب دول عندهم أفكار كبيرة وعندهم علم. الأفكار دي لو احنا ساعدناهم ان الأفكار دي تحول إلى منتجات وإلى خدمات مش بس تلبي احتياجات المجتمع المصري، ولكن أيضا نقدر نصدرها للخارج، أكيد ده هيكون فيه إضافة كبيرة، مش بس إضافة وظائف وفرص عمل، ولكن إضافة للدخل القومي وإضافة للتنمية وإضافة للبلد ككل. الشباب هم المستقبل، هم اللي فيهم حماس، هم اللي فيهم طاقه، هم اللي يقدروا ينتجوا لبكره، هم اللي يقدروا يفكروا. ممكن نستفيد من الكبار مثلا، ان هو الفكره انه بعض التخطيط للمجهود اللي احنا بنعمله او حاجه ممكن ما يكونش عندنا الموضوع ده، لكن مجهود او طاقه او شغل او تفكير ده موجود عندنا، بس هو محتاج بس مجرد تخطيط بس من بعيد، وان شاء الله نقدر ننمي المستقبل باذن الله. الدور كله معتمد على الشباب، مجهود الشباب هو اللي هينمي بالبلد، هو اللي هيخلق مستقبل جديد لمصر، المستقبل اللي احنا بنحلم بيه. بس هي الفكره ان انت ازاي تنظم المجهود ده، تنظم الجهد بتاع الشباب، بدل ما هو متنطور في كل حته، ان انا انظمه وامشيه في حاجه واحده، امشي الطاقات بتاعتهم دي، وان شاء الله المستقبل هيبقى احسن. الشباب ليهم دور كبير جدا في تنمية المجتمع، ولازم ان هم ما يتأثروش بأي حاجة سلبية من اللي بتحصل حواليهم، ولو عنده فكرة صغيرة لازم يطلع بيها وما ما يستسلمش لأي حاجة سلبية بتحصل حواليه. لازم الشركات والرجال الأعمال الكبار يهتموا بالشباب الصغير اللي عنده أفكار ويساعدوهم علشان يطلعوا بأفكارهم دي. هي المشكلة عندنا مش في دور الشباب كلهم طاقة وعندهم مشاريع. يعني حضرتك رحت أي جامعة أو أي مكان هتلاقيه عن ستارت اب لمشروع سواء علمي سواء تنموي، بس المشكلة إن احنا عندنا حالة إحباط من ظروف البلد وكده، فاحنا محتاجين دعم سواء مادي أو معنوي من الحكومة ومن أي من أي جهة ممكن تساعدنا في المواضيع دي، بس عشان نبدأ اللي احنا عايزين نعمله، على الأقل ما تعرقلش اللي احنا عايزين نعمله. فاحنا محتاجين ان الشباب يجمع اولا يخرج من جو الإحباط اللي هو فيه، يبدأ يفكر بإيجابية، على الأقل لما الدنيا تبدا تتحسن ما نقعدش نفكر ازاي هنتحسن، يبقى اوريدي يعني يبقى بالفعل عندنا الافكار ان احنا نتحسن، ويوم ما وقت يجي التحسين يبقى احنا جاهزين على طول. لازم نبقى عارفين اساسيات النجاح، لازم تبقى عندنا، لازم نفكر فكر الناجحين، لازم نعرف قصص الناس اللي نجحت قبل كده نجحوا ازاي. الشباب دلوقتي المفروض ان هم يعلموا نفسهم اكتر ويثقفوا نفسهم، ويبداوا ان هم يدوروا على الحاجات اللي بتفيد دلوقتي الشباب، زي المؤتمرات، زي الورك شوبس، الايفنتات اللي بتحصل في كل حته في مصر دلوقتي. بدا دلوقتي من جهات مسؤوله ان هم يدعموا الشباب في تنفيذ مشروعاتهم ويشتغلوا على الحاجات اللي هم بيحلموا بيها. مصر قالت صوت ولادي، كلمة الحق في بلادي، هم دول سر التحدي، هم دول زهرة جهادي، هم دول هم الشباب. دور الشباب هم اكبر فئة في المجتمع، عشان كده بيبقى عليهم الدور اكتر شوية من اي فئة تانية. الشباب ليه دور في نهضة الدولة، اولا من الناحية الاقتصادية، انه بيشتغل في كذا، المفروض يشتغل في كذا نوع من اعمال العمل، لانه الدور الاقتصادي للدولة من اهم الادوار، وبيخلي الدولة من الدول المتقدمة. من الناحية التعليمية، انه زي مثلا شباب كلية تربية، ان هم بيعدوا الطلاب لانهم ينهضوا ببلدهم وانهم يشتغلوا عشان بلدهم. من الناحية السياسية، ان هم يشتركوا بآرائهم ويعبروا عن رأيهم بكل حرية.
طبعا دور الشباب دور فعال جدا، فاحنا لازم بنقوم الشباب من صغرهم في الاطفال، لازم بنعلمهم تعليم كويس عشان هم بينهضوا بمصر من كل النواحي، ولازم نعمل زي كل الدول الاوروبيه اللي هي بتهتم بالشباب عشان هم هيبقى بينهضوا بالبلد اقتصاديا واجتماعيا وكل حاجه. ومثلا زي في الاسره فهو الشاب فهو الراجل هو اللي بيقوم بالاسره كلها، لذلك فما ينفعش نخلي يبقى في بطاله كتير، ولازم نعلم الشباب كلهم. لا الشباب، بس الشباب ده هو وقود الامه زي ما احنا بنقول. الشباب دلوقتي يعني قاطرة المستقبل، هو اللي بيبني. صحيح ان اساتذتنا الكبار وهم اللي بيفكروا وهم اللي بيضعوا الخطط، ولكن الشباب هو اللي بينفذ، الشباب هو اللي بيساعد، الشباب هو اللي بيبني. فاحنا احنا كشباب، وانا يعني من نفس السن بتاع الشباب، فاحنا اللي بنقدر نشتغل، واحنا اللي اكتف في المجتمع، احنا اللي بنقدر نجري، احنا اللي بنقدر نعمل حاجات كتيرة قوي في المجتمع، ولكن بالعقل الكبير. العقل بتاع اساتذتنا لازم يساهموا معانا ان هم يوجهونا ويقولوا لنا نقدر نروح على فين. انا شايف ان الشباب يستطيع ان يكتب سيناريو حياة مصر الجديدة بشكل رائع وراقي. انا شايف ان كل المؤسسات دلوقتي وعلى رأسهم العظيم السيد المشير السيسي انه يفتح افاق جديدة للتنمية. رجل واقعي، من اجود الاشياء اللي انا شايفها نفسيا بيصارحنا بكل مشاكلنا، حاسس ان هو عايز يبني كتير قوي وبيدي طاقات حلوه قوي. اعتقد ان الشباب هيكون له دور كبير جدا. اعتقد ان مشروع قناه السويس هيفجر طاقات مبدعه للشباب خلال الفتره اللي جايه، وده نوع من انواع التنميه بقى، التنميه الانسانيه، انه بقى في تنميه من نوع اخر، انه في مجتمع ماشي عنده هدف كبير جدا بيسعى اليه، بيكبر معاه الهدف، هيوصل لمستوى عالي جدا. وده اللي احنا نتمنى من كل اب وكل ام ان يشاركوا في كتابه سيناريو ابنائهم حتى يكونوا شباب بجد منتجين ومش سلبيين، عندهم ايجابيه في التعامل مع المجتمع ومع القضايا اللي احنا بنواجهها في حياتنا. مصر قالت صوت ولادي، كلمة الحق في بلادي، هم دول سر التحدي، هم دول زهرة جهاد.